ضربة قاسية لوليد الركراكي في تشكيلة المنتخب المغربي. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتوصل بأحدث الأخبار الرياضية. قد يضطر المنتخب المغربي للاستغناء عن أحد ركائزه الدفاعية نصير مزراوي، الذي تعرض للإصابة في اليوم الأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز. قلقه الشديد بشأن المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما أسود الأطلس أمام تونس والبنين في بداية يونيو المقبل. ويعد الظهير الأيمن المغربي الذي خرج مبكرا خلال مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا من بين الغائبين عن القائمة التي اختارها النادي الإنجليزي لجولته الآسيوية. وفي بيان نشر على موقعه الرسمي، ذكر مانشستر يونايتد أن مزراوي يخضع حاليا للتحقيق بعد خروجه من الملعب في الشوط الأول يوم الأحد. غياب يأتي في وقت غير مناسب للمدرب وليد الركراكي الذي يستعد للمباريات المقبلة، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن قائمة اللاعبين المستدعيين للمباراتين الوديتين يوم 6 و9 يونيو حزيران في الأيام المقبلة. وسيكون انسحاب مزراوي ضربة قوية للمنتخب الوطني. وصنع لاعب أياكس السابق الذي استدعاه إريك تين هاغ كثيرا هذا الموسم اسما لنفسه على الرغم من نتائج مانشستر يونايتد السيئة في البطولة، ويتميز باستقراره والتزامه، ما يجعله إضافة ثمينة للمنتخب المغربي. مع اقتراب الأحداث الدولية الكبرى، يتبقى أن نرى ما هي طبيعة إصابته بالضبط وكم من الوقت سيظل غير متاح. ويراقب الطاقم الطبي لأسود الأطلس الوضع عن كثب على أمل العودة السريعة، ونتمنى الشفاء العاجل للاعب نصير مزراوي. شكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.